السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مخلل اللفت بطريقة سهلة وبسيطة وأقول لك أسراره. خليكي معانا. عندي اللفت جبته ونضفته بالشكل ده أو بالشكل ده، نضفته من الطين بتاعه. تنضفيه كويس كده اهو بالطريقه دي، وبخلي الحته الخضراء دي. يا جماعه بتبقى تحفه في التخليل. منضفاه كويس. هجيبه واقطعه بقطعه المخلل. ما عندكيش القطعه دي قطعه بالسكينه عادي اهو بالطريقه دي او بالشكل ده. بقطعه دواير الاول وبعدين بقطعه صوابع زي البطاطس كده. بقطعه بالشكل ده بيدي شكل جميل. ما عندكيش اعملي بالسكينه المشرشره بيبقى حلو برضو. هقطع كل الكميه زي ما انتوا شايفين كده اهو. بوريهولكوا. غسلته تاني. اوريكم الحاجات الخضرا دي يا جماعه بتبقى حلوه قوي قوي في التخليل، ما بترميهاش. هحط ملح، معلقتين ملح كبار. ده عملته من بالليل. بخليه تحت مصفى كده. بقلب الملح فيه كويس. معلقتين الملح الكبار. بخليه في مصفى كده من بالليل. جبت البنجر قطعته حتت وبعدين حطيت ميه سخنه عليه. بعد ما قطعته حطيت ميه سخنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيطلع اللون الاحمر بتاعه. ميه سخنه بتغلي. هنسيب الميه تبرد خالص. اللي محطوط فيها البنجر المخلل ده. اللفت اللي انا حطيت عليه ملح دي اهو يا جماعه من الملح ده. الميه بردت معانا. احط فيها هريسه شطه من اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. هي يا جماعه ده خل، معلقتين خل كبار. نص معلقه صغيره سكر. هحط الملح مش كتير يا جماعه عشان اللفت انا حطيت له ملح قبل كده معلقه بس. انا غسلت اللفت من الملح. حطيت على اللفت توم، فصين توم. وبعدين حطيته في البطرمان زي ما انتوا شايفين. هحط عليه المية اللي انا عملتها دي. هحطها عليه كده زي ما انتوا شايفين كده. احلى مخلل اللفت تعمليه، طعمه جميل جدا. لازم تجربوه بالشكل ده. حلوة قوي قوي يا جماعة. جميل جدا. ألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.